رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. كل يوم أكلة جديدة من بلد جديد. حذروا فذروا، هنفطر إيه النهاردة؟ بصوا دي المكونات، هو في طبعا حاجات أكتر. هنا في عندنا سلمون، وكمان عندنا هنا وسابي، وطبعا بتهيألي عرفته. وهنا عندنا جمبري، وهنا عندنا سلمون، وعندنا ايه كمان يا دينا؟ عندنا ايه كمان من الحاجات اللي بتتحط في الأكلة الحلوة دي؟ طبعا انتوا عرفتوا. وعندنا هنا سمك ناشف، وعندنا هنا كافيار أحمر ولونه ايه عسلي شوية أخضر، وعندنا صويا صوص، وعندنا هنا هوت صوص. خلاص، طبعا انا بعمل الرز لازم يكون رز معجن قوي، وبعمله في الرايس ميكر. خلاص، لان الشرط فيه ان هو يبقى ايه معجن ونوع معين من الرز. اوكي، هنا بنقطع الخضار، بنقطعه كده اهوت. وعندنا هنا الخيار نقطعه اللي انتوا عاوزينه تحطوه بقى جوه. ماشي. وهنا الكراب ستيكس اللي هي الكراب الستيكس، مش عارفه بالانجليزي بالعربي يعني ايه. المهم، بنجيب بقى الآلة دي اللي هي البامبو دي، اللي هي اللي بتساعدنا ان احنا نقدر نلف الأكلة بتاعتنا بتاعت النهاردة. ولازم نحط كده كيس بلاستيك أو ورق شمع كده، ورق زبدة، ونفرد عليه كده الرز عشان نقدر ايه نلف الرول بتاعتنا تطلع كويسة. بعد ما نفرده كده اهوت، نشوف بقى ايه احنا هنحط ايه من جوه. انا عاوزة احط كده اهوت سيويد. ماشي، عشان يبقى ممكن تحطوه من بره وممكن تحطوه من جوه. وبعدين هحط بقى هنا شوية من اللي هم الكراب ستيكس، واحط خيار. ممكن ناس بيحطوا مثلا حاجات تانية، يحطوا مثلا جبنة. وفي ناس بيحطوا لا، حاجات كتيرة قوي ممكن تتحط. اوكي، افوكادو اهو. بصوا، ونحط بس ما تعملوهاش قوي. ونفضل نلف بقى الرول كده هوت بالراحة جدا، وبالآلة اللي هي البامبو دي، هي بتساعدنا ان احنا نلف الرول كويس قوي 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 قوي. خلاص كده اهي. وبعدين نطلعها ونشوفها كده، ونجيب سكينة. لازم السكينة تبقى حامية جدا، ونكون حاطينها في مية. كل شوية ما بين كل قطعة وقطعة نحطها في مية عشان ما تلزقش. ونقطع الرولز كده هوت. في ناس بقى بيحبوا يحطوا مثلا سينامون من فوق، سوري مش سينامون، اللي هو سمسم من فوق، زي ما انتوا عاوزين. انا بحب هنا احط الكافيار، بيدي طعم حلو جدا في الاكله بتاعه النهارده. احطه كده عليه من فوق، واحطه كده وازوق بيه الطبق. تمام. طيب، هنيجي بعد كده ادي كافيار احمر، وادي كافيار ايه عسلي، او اللي هو بيبقى لونه مخضر كده شويه. تمام، يلا نشوف بقى نعمل ايه تاني. هنجيب برضو رز تاني زي اللي عملته قبل كده، وهنعمل النوع ده مختلف شويه. هجيب شرايح سلمون. انا بجيب الماركه دي حلوه جدا وفريش، وما بيبقاش فيها ريحه ولا اي حاجه. كده اهوت. واطلع الشرايح، وابتدي ارصها على الرز. هي طبعا هي رقيقه جدا، وطبقه الرز اللي انا حطاها رقيقه جدا. انا هنا في الرول دي هحط اللي بتاع ده، كنت هقول الاسم. احط اللي هي الوسابي ده، مش الوسابي يا ربي، البتاع ده انا هقول لكم عليه. مش عاوزه اقول الاسم، بس بنحطه من بره. هنا احط كده اهوت. طبعا انا هنا بحط غير ابيض عشان الزق، لانه انتوا عارفين ده مش حقيقي. اهي. نيجي بقى نحط بقى ايه الشيتس دي كده اهوت من جوه، وبعدين هروح حاطه منها من بره تاني. ايوه اهي. بصوا، هي اسمها نوري اهي. تيجي بقى نحط هنا. انا هنا حاطه اللي هو الافوكادو، حاطه كده قطع من الافوكادو. وعاوزه احط كمان شويه من الكراب ستيك، بيبقى لونها حلو لما بنيجي نعمل الطبق ده. وممكن نحط على فكره انتوا ممكن تحطوا جبنه برضو، يبقى لون ابيض، يبقى مختلف، بس انا اكتفيت بالاتنين دول. ابتدي بقى الف الرول كده كويس حبه حبه، وكل ما باجي الف اضغط واشد ناحيتي، على ناحيتي انا من جوه. شايفين؟ واللي بيساعدني طبعا ورق الزبدة ده. تمام كده. اوكي. النوري ده اللي هو طحالب بحرية. بصوا، ادي، واسيب الرول كده شويه يهدى، وبعدين ابقى اقطعه. انا حطيت له ورق نوري من بره. دلوقتي بجيب برضو شويه الرز. وانا الجمبري اللي عندي هناك دوت الشريمس ده، انا خلياه، شيلته من جوه من القلب بتاعه، ودقيت عليه كده شويه فبقى رفيع، وابتدي احط بقى ايه الرز من جوه. خلاص. دي نوعيه. هعمل 3، خلينا نعمل 3.
وبعدين اجيب هنا قطعة من السلمون، شايفين سمك السلمون قطعة كبيرة انا جايباها، افردها كويس قوي واخد بقى الشكل بتاعها واحطه تحتيه الرز اللي هو المعجن اللي هو السوفت ده المخصوص للطبق ده. هجيب هنا هو برضو سمك التونة واقطعه رفيع جدا، هو طبعا كله مش مستوي يا جماعة خلاص، واروح حاطه عليه الرز او احطه فوق الرز، اعمل اجزاء وحاجات كده صغيره، ابتدي ارصهم بقى في الطبق التقديم بشكل حلو ظريف كده زي ما انا عاوزه، وبعدين او احطه في الصينيه دي اوكي كنوع من الديكور. احط عليهم كده تزويق من فوق كده شويه بصل اخضر، عيدان بصل اخضر كده رفيع قوي، وهنا هزوق واحط شويه ايه كافيار حسب اللون او الشكل اللي احنا عاوزينه خلاص. طيب في عندنا بقى حاجات تانية تتحط جنب الطبق ده اللي هو الوسابي، اللي هو بتبقى عجينة الفجل، بيبقى حامية جدا جدا جدا، وكمان بيبقى فيه بس انا ما عنديش المرة دي اللي هو بيبقى الجنزبيل بيبقوا حاطينه في خل وسكر وبيتاكل مع الموضوع ده. اوكي عرفتوا ولا لسه؟ ما تقوليش لا، مع اكيد عرفتوا، اكيد 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 كتير. طب هسألكوا بس نوعيات ايه، واكتبوا لي في الكومنت ايه اسم ايه النوعيات اسمها ايه. وبعدين عملنا الشوبستيكس كده اهوت، ونيجي بقى شويه فاضلين عندنا ازوق الطبق ده ببقيه الحاجه الاكله بتاعتنا بتاعت النهارده، والاطباق طبعا معموله من فن اعاده التدوير. وتعالوا بقى نقطع الرول اللي انا عملته اهو مسك نفسه دلوقتي، ونبتدي نقطعه شرايح كده ونحطه في طبق تقديم، في الغالب كده ان هو هياخد طبق تقديم تاني. كل قطعه من دول على فكره يا جماعه تنفع مغناطيس للتلاجة، وممكن مع بعض كلهم نعمل ترابيزة كده وفيها كلها المكونات دي وتبقى هي قطعة ديكور. تمام كده. يلا عشان انا قربت اخلص نقطع بقى الطبق عشان الاذان قرب الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يلا يا جماعه يلا بسم الله الرحمن الرحيم يلا نفطر. يا ترى عرفتوا احنا فين واكلنا ايه واسم الاكله دي ايه؟ لا يلا لو عرفتوا اكتبوا لي في الكومنت وتشوفوا عاوزين نعمل اكله ايه بكره باذن الله ومن اي بلد واحنا نعملها باذن الله. يلا تعالوا افطروا معايا. ما شاء الله الله اكبر. باي باي.